بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين أحبائي الكرام، النهاردة شرح إزاي تحط قالب في المدونة، وهجيب لكم قالب جميل جميل جدا جدا اسمه فينا لايت. هنخش أول حاجة على المدونة، ونفتح لوحة التحكم اللي هي بلوجر. نفتح بلوجر اهو. دي لوحة التحكم اللي هتظهر معانا دلوقتي. هنا بقى نفتح الصفحة اللي هنحط فيها القالب المدونة بتاعتنا. هنقوم متكين على هنا وهنختار قالب. هنا هيظهر لك اهو، اتك على تحرير HTML. بعدين انك بقى يفتح لك ال HTML، هتمسحه وهتحط ال HTML بتاع القالب بتاع الفينا لايت اللي انا هجيبه لكم. تمام، هنعمل لنا select all عشان يتحدد كله، وبعدين نمسحه كده. تمام اهو. وبعدين نروح نجيب القالب. ان شاء الله القالب هحط لكم اسفل الفيديو. انا هنختار داونلودز الفينا لايت. فينا لايت. لو جه عندك بالصيغة دي يبقى لازم تعمل open with، ولازم تفتحه بالصيغة نوت بي. هيفتح معانا ان تعمل برضو ايضا select all، وبعدين كوبي، وبعدين نقفل دي ونقفل دي، وبعدين نروح هنا ونتك باص. نستنى لما يجمع معانا ويجيب. كده اهو. تمام، هتك انت بقى على حفظ النموذج. هيقوم قايل لك تم حفظ النموذج، وبعدين تعرض المدونة. عرض المدونة هيجي لك بقى نفس الشكل اللي موجود هنا في المدونة دي، نفس الشكل. هيجي لك نفس الشكل ده. هتغير انت بقى في القالب، تروح مثلا هتكتب في القالب اخبار، وتغير الاسم اللي انت عاوزه. هتكتب اخبار رياضة وتغير القسم اللي انت عاوزه. يعني هتعمل حاجات يعني سهل جميل اوي التعديل عليه. هتروح هنا بقى على شكل الجوال عشان لما تيجي تفتحه من على التليفون هيبقى شكله عامل ازاي. هنتك هنا وبعدين نختار سماوي او علامة مائية او نافذة الصورة او طرق عرض ديناميكية او بسيط. اختار مثلا ده ونتكة معين. هنشوف شكله عامل ازاي. هيبقى شكله كده في التليفون. هيبقى شكله كده اهو. لو انت عاوزه كده تتك حفظ، لو انت مش عاوزه كده تختار اللي انت عاوزه وبعدين تتك حفظ. كده يكون خلصنا شرحنا النهاردة. هو شرح سهل جدا جدا ومخدش مننا وقت كتير. أتمنى الشرح يعجبكم. وكان معكم عبد الله المتولي، مع أطيب التمنيات بالتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.